ردًا على الشكاية التي تقدمت بها هيئة المحامين بالمغرب ضد اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، عقب الأحداث التي شهدها حفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشن بتوجيه شعارات عنصرية مسيئة للمملكة المغربية وأيضًا الجماهير المغربية. تجاوب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع الشكاية، وأكد أنه قام برد رسمي عليها، وأكد على الأحقية القانونية لنادي المحامين للتقدم بشكاية أمام لجانها القضائية طبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 52 من مدونة التأديب، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أو هيئة أن يلفت انتباه الهيئات القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى سلوك يعتبره مخالفاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقامت الجزائر خلال حفل افتتاح الشان بتمرير رسائل سياسية وهتافات عنصرية ضد المغرب، بالإضافة لهتافات الجماهير في الملعب بعبارات عنصرية ضد الجماهير المغربية وأيضاً للمملكة المغربية، بالإضافة للخطاب العنصري الذي وجهه حفيد مانديلا، والتي اعتبرتها هيئة خرقاً لمقتضيات المادة 60 من لوائح الفيفا.